مستمعي الكرام، مستمعي راديو وسط البلد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم رمز الخير. يمكن إن شاء الله نبقى سعداء جدا في التواصل والتفاعل من كل اللي بيسمعنا على رموز الخير. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن رسالة نبعتها للناس اللي بتقف مع المظلوم وتقف مع العدل، كنا بنوجه رسالتنا للمحاماة والقضاة. النهاردة نبعت رسالة مهمة جدا لموظف الحكومة. يا ترى موظف الحكومة دلوقتي وانت بتسمعني، أخبارك إيه في رمضان؟ بتروح الساعة كام؟ لما يجي حد بسيط جدا وطالب منك اللي هو اللي تقضي له حاجته اللي هي القانونية اللي هو لازم تقف معاه، بيلاقيك على مكتبك، ولا بتقول ان انا راح اصلي الظهر قبلها بساعة، ولا بتقول احنا زهقانين اصل احنا في الصيام دلوقتي؟ يا ترى يا موظف الحكومة عندك اتقان لمهنتك؟ يا ترى في رمضان يا موظف الحكومة بتشتغل على قد المبلغ اللي حضرتك بتاخده، بتساعد الناس، ولا بتقول احنا في رمضان لازم نمشي ساعتين بدري ولازم نيجي على الساعة 9 الساعة 10 وده جو رمضان؟ ولا بتكون دايما مبتسم مش عبوس في وجه المواطنين؟ رسالة بنوجهها لكل موظف حكومة، أرجوكم يا جماعة اتقنوا شغلكم، أرجوكم خليك رمز للخير. لو كل موظفين الحكومة، وأنا عارف إن موظفين الحكومة ما شاء الله نسبة كبيرة جدا منهم ناس بتتقن عملها وناس بتساعد الناس، خليك رمز الخير. لو كل الناس وكل موظفين الحكومة مش هيكونوا على مكاتبهم، لو كل موظفين الحكومة هيكون في عبوس في وجه الناس، خليك أنت الشخص المبتسم، خليك أنت الشخص اللي يساعد الناس ويقف مع الناس، وقول دايما الصيام هيقويني لفعل الخير مش هيضرني. دي رسالتنا اللي كنا بنبعتها النهارده، خليك رمز الخير يا موظف الحكومه وساعد الناس في وظيفتك. نشوفكم ان شاء الله في اللقاء القادم، حتى ذلك الحين ها هي تحياتي الوتيدي من راديو وسط البلد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.